يواصل المندوب الولائي للأمن في الطرق في إطار إحياء الذكرى العالمية لضحايا حوادث المرور اللي راهي تنظمها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، واللي صادف الثالث أحد من شهر نوفمبر لكل سنة. المندوبية الولائية للأمن في الطرق لولاية بشار نظمت هذا اليوم التحسيسي التوعوي لفائدة المواطنين، وأيضا سائقي مركبات نقل الأشخاص. طبعا اخترنا هذا الفضاء اللي هو محطة برية لنقل المسافرين من أجل القيام بهذا العمل التحسيسي، طبعا بمشاركة كل الفاعلين في مجال السلامة المرورية على غرار المجموعة الإقليمية للنقل الوطني، المديرية الولائية للأمن الوطني، مديرية النقل، الجمعية المدنية، فعاليات المجتمع المدني. أيضا هذه المرة شاركنا معنا تلاميذ المدرسة يعني من أجل تحسيسهم هم أيضا للتربية المرورية. الهدف الرئيسي من هذه الحملة التحسيسية هو غرس الثقافة المرورية والوعي المروري لدى السواق. كما قلت اخترنا المحطة البرية لتوعية سائقي مركبات نقل الأشخاص، نظرا لأنه مؤخرا لاحظنا أنه ازدادت شوية حوادث المرور بالنسبة لهذه الفئة، أيضا نظرا للتقلبات الجوية اللي عرفتها المنطقة على غرار الخراويل طريق وطني المستوى اللي عرف يعني عدة حوادث المرور. الشيء اللي أدانا ربما أننا نقرب من السواق سائقي المركبات الثقيل، لا سيما سائقي مركبات الأشخاص، الشيء اللي نقدم لهم بعض النصائح اللي تخص التقلبات الجوية، تخفيض من السرعة، احترام مدة السياقة اليومية، احترام أيضا أوقات الراحة، تجاوز الخطيرة، احترام المسافة الأمنية، المراقبة الدورية للمركبة من خلال يعني مراقبة الأضواء، نظام الفرامل، العجلات اللي عندها أيضا دور كبير في مثل هذه الظروف الأخيرة. العمل التحسيسي كما قلت يبقى عامل يعني دوري كل